ازيكم حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير. رجعت لكم تاني في فيديو جديد ويا رب يعجبكم. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وكومنت حلو قبل ما نبدأ الفيديو. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة جايين لكم بطريقة سهلة جدا لطريقة السوسيس، يا رب يعجبكم. وجبة سهلة كده تبقى حلوة جدا للعشاء، جميلة قوي، يا رب تعجبكم. وما تنسوش اللايك وسبسكرايب وكومنت حلو منكم وتقولوا لي انتم متابعيني من اني مكان. ويا رب يعجبكم الفيديو بتاعنا النهاردة. ايه رأيكم في الشكل والطعم؟ حكاية بجد. يا رب يعجبكم الفيديو بتاعنا النهاردة. حط بقى جنبيه بطاطس محمرة، مكرونة، على حسب ما انتي حابة تعملي ايه جنبها. ويلا بينا نبدأ مع بعض. هنجيب اللي احنا الطاسة او الصحن اللي هنعمل فيه. هنحط كمية الزيت اللي انتي على حسب ما انتي بتحطي. انا ما حطيتش كمية كبيرة، حطيت يعتبر معلقتين او 3 معالق بالكتير قوي. اول ما الزيت يسخن هننزل بالسوسيس. انا هحب ان انا حابه ان انا اشوحه واديله لون كده لوحده قبل ما اضيف له بقيه المكونات. طبعا في ناس كتير سألتني انت ليه كنت مختفيه وغايبه عننا، فكنت بوضب بقى عندي الدنيا. فان شاء الله هوريكم بقى إيه المرحله اللي احنا وضبنا فيها المطبخ بتاعي والدنيا كانت عامله ازاي عندي. يعتبر دي كانت اول اكله هعملها في البيت من بعد فتره طويله. كنا بنجيب اكل جاهز وهنبدأ بقى نعمل أكل في البيت بقى وأطعمه بقى وأحلاه. مفيش بجد يا جماعة أحلى من الأكل البيتي. طبعا معانا الفلفل الألوان وبصل جوليان، هو ده المكونات بتاعتنا. هنفضل نشوح فيه لحد ما نديله الدرجة اللي احنا اللون اللي أنا عايزاه يكون محمر كده ولونه حلو قوي. نحط له الدهان قليل جدا، مش مكترة دهان، عشان يبقى خفيف كمان حتى على المعدة زي ما انتوا بصوا شايفين كده. هنشوح فيه مع بعض لحد ما نجيب الدرجة اللي انا عايزاها. في ناس ما بتحبش تشوحه وبتحطه كله مع بعضه. هننزل بقى بالبصل الجوليان معانا. هنشوح البصل بقى مع السوسيس بتاعنا، مش هنكتر تشويح فيه كتير لان هو طبعا اصلا السوسيس معانا متشوح. فهننزل على طول برضو بالفلفل. هنعمل كل المكونات بقى، ندمج المكونات دي كلها مع بعض. وجبة عشاء جميلة جدا وخفيفة جدا وسهلة جدا، مش تاخد معانا وقت خالص. ممكن تعمليه بسندوتشات فينو او بعيش بلدي زي ما انت حابة. ممكن تعملي جنبه مكرونة، بطاطس محمرة، على حسب ما انت حابة تعملي اللي جنبه. ممكن تعملي كده لوحده مع سلطة الطحينة، يعني ليه كذا طريقة ممكن تعملي بيها. هنحط معانا مع بعض كده بصوا معلقتين كاتشب، مش صلصة، كاتشب كده يدي طعم.
مع معلقة بابريكا. حتى البهارات بتاعته كمان قليلة، وفلفل الاسمر. بصوا بقى لما حطينا الكاتشب وقلبناه مع بعض، بص اللون بتاعه عمل ازاي، بقى لونه جميل جدا. ما بياخدش معانا خالص 5 دقايق. ريحة ملح، رشة ملح كده بسيطة مش كتير قوي، وهنقلبه كله. يلا بقى مع بعض كده يا جماعة. الطبق بتاعنا خلاص كده خلص. ايه رأيكم في الطبق بتاعنا؟ بصوا كده، الله عليه بجد، طعم حكاية. ويا رب يعجبكم الفيديو بتاعنا النهاردة. بصوا يا جماعة بجد الشكل والطعم حكاية. يا رب يعجبكم. ما تنسوش يا جماعة لايك وسبسكرايب.